بيبدأ فيلمنا مع فيشال وسواتي لسه متجوزين جديد، وقرروا يدوروا على شقة يعيشوا فيها في مومباي. لقوا شقة شكلها كويس والسعر مناسب، لكن صاحب العقار كان متردد يقول لهم إن في حاجة غريبة حصلت فيها قبل كده. هم ما اهتموش، نقلوا عفشهم وبدأوا حياة جديدة. في الأيام الأولى كل حاجة كانت طبيعية، لكن بالليل سواتي بدأت تحس إن في أصوات مش مفهومة جاية من جوه البيت. خطوات كأن حد ماشي، أبواب بتتفتح وتقفل لوحدها، لمحات سريعة في المراية كأن في حد بيبص عليها. فيشال كان بيحاول يطمنها ويقول لها إن دي مجرد أوهام أو ضغط نفسي من الانتقال لمكان جديد. لكن مع الوقت سواتي بدأت تتغير، بقت عصبية ونظراتها غريبة، ساعات بتتكلم بطريقة مش طبيعية كأنها شخص تاني. فيشال حس إن الموضوع أكبر من مجرد توتر، وبدأ يشك إن في حاجة خارقة بتحصل. اللي بيخوف أكتر إن سواتي ساعات كانت بتتصرف كأنها عايشة حياة حد تاني، بتتكلم عن طفل وعن موت وكأنها بتعيد أحداث حصلت في الماضي. فيشال حاول يلاقي تفسير، لجأ لطبيب نفسي، لكن العلاج ما جابش نتيجة. كل يوم الأحداث بتزيد وكل ليلة الرعب بيكبر. البيت نفسه بقى كأنه عايز يطردهم، أصوات أعلى، حركات أوضح، وسواتي بتغرق أكتر في الحالة دي. فيشال بدأ يدور في تاريخ الشقة، وسمع إن في ست كانت ساكنة هنا قبلهم، قتلت ابنها الصغير وبعدها انتحرت. الروح دي واضح إنها لسه موجودة ومسيطرة على سواتي بشكل مخيف. الأجواء كلها بقت مرعبة، البيت مظلم حتى لو النور مولع، الجو تقيل، وكل لحظة فيشال حاسس إن في حد بيراقبه. سواتي مش هي نفسها، واللي بيحصل معاها بقى خطر على حياتها وحياته هو كمان. وفي اللحظة دي فيشال واقف محتار بين إنه يسيب البيت وينقذ نفسه، أو يفضل ويحاول ينقذ سواتي من الروح اللي سيطرت عليها. ده كان مجرد ملخص سريع عشان تعرفوا فكرة الفيلم الهندي بوت 2003. لو عاوزين تعرفوا القصة كاملة اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتكم فيلم تو كليك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.